عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستاء حزين دائما ملي كيتعلق الموضوع بقضية مهاجر أو مهاجرة مغربية. توفات مهاجرة مغربية نهار 1 ماي من عاملة الفريز وهي متوجهة إلى العمل ديالها في حادثة سير، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تناقلت الأخبار الإسبانية الإلكترونية، الإذاعات الرسمية، الجرائد، الخبر بالتفصيل المفصل، في حين المغرب ما تسوقش نهائيا. جوج الجرائد الإلكترونية اللي كتبت الخبر وباقتضاب باختصار هيسبريس عنوانات وفاة عاملة موسمية في إسبانيا، وجريدة واحدة أخرى سميتها أفنان مرة هذيك نقلت ترجمات الخبر عن جريدة إسبانية حرفيا. أنا قريت الخبر كامل. من إل بايس، جريدة إسبانيا كانت سباقة إلى الكتابة في الساعات الأولى هذا الحديث، في حين المغرب ما تسوقش. ولكن الترند باش عامر في المغرب. فنان مغربي داك اللي اغتصب الدريات في فرنسا وخرج من الحبس، خرج لهم أغنية جديدة فرحانين بها، الله يعاونهم. فنان واحد اخر طلق مراته غضبانين معاه، مسكين مساكن ومقلقين المغاربه. عاود شي فنان واحد اخر كوميدي تزوج تا هو فرحانين معاه. خبر واحد اخر وفاه واحد المشجعه مغربيه ديال شي فريق مغربي وقامت الدنيا في المغرب. وجنازه مهيبه، عرفتي دخلت انا للفيديوهات باش نشوف داكشي، عشرات الفيديوهات وجنازه مهيبه والناس كتهضر وصحاباتها وخواتاتها. واذكروا موتاكم بخير، الله يرحمها، اللهم ارحمها واغفر لها. ولكن علاش تم رصد لهذه السيده الاخبار الالكترونيه في حين ان المهاجره العامله الموسميه ما تسوق لها حتى شي واحد؟ ما نكروش العمل يعني الباهر اللي دارته القنصليه المغربيه بوالبا بالتنسيق مع السفاره المغربيه بمدريد، اللي شكلات لجنه من اجل التحقيق في الحديث ورجعوا الجثه، رجعوا السيده، دفنوها في المغرب. راه دفنات في المغرب في صمت، ماتت في صمت ودفنت في صمت، حتى واحد ما هضر عليها. عامله موسميه مسكينه جات بالاحلام ديالها وبالمتمنيات، شقات البحر اجل تحقيق تلك الاحلام، ما جاتش سائحه تسارى. عامله مغربيه بالتصويره مسكينه سميتها ساره، في العمر ديالها 35 سنه، 3 ديال الوليدات، ماتت موتتين، موته مغدوره انها فاقت الصباح بدلات حويجاتها وركبات في الكار وغادر العمل، ما وصلاتش وماتت موته الله سبحانه وتعالى اللي هي المكتوبه لها انها غتموت في النهار الفلاني. ماتت ساره وماتت معها الاحلام والمتمنيات ديالها وديال وليداتها وديال عائلتها. اكيد ومؤكد مهاجر مغربي وتنعرف وتنحس بشنو كاين، وانها غاده في داك الصباح كتطل من الشرجم ديال الحافله وكتقول ان شاء الله ندير ونفعل ونترك ونصايب وندير. اكيد ومؤكد انها عيطات على وليداتها هذيك الليله او البارح، قالت لهم يقراوا لي وليداتي ونجيب لكم اللي بغيتو. اكيد ومؤكد عيطات لامها ولا لاختها ولا لخالتها ولا الراجل، قالت لهم عافاكم تهلاو لي في وليداتي ونجيب لكم ونصايب لكم وندير لكم. ما لحقاتش داكشي مسكينه، اللهم ارحمها واغفر لها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا قضاء وقدر. ولكن سكوت وصمت الإعلام المغربي على هذه القضية هذا ظلم، ويعطيو فرصة للفساد أنه ينتشر. يا ربي ياخذ فيهم الحق، شعاري المعتاد، يا ربي ياخذ فيهم الحق. لك الله يا وطن، اللهم ارحمها واغفر لها. عرفتوا فين هو الخطير؟ شنو هو الخطير؟ الوليدات راه غيعيشوا، ما كيموت حتى شي واحد بالجوع، القطه وكتربي وليداتها. الخطير شكون اللي غادي يحقق الحلم والمتمنيات والاحلام ديال دوك الوليدات. مره اخرى اللهم ارحمها واغفر لها، ودوك الوليدات الله يكون لنا وبهم وليك الله يا وطن.